أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نجدد لقاءنا بكم مرة أخرى من برنامجكم برنامج ضواحي ساه. فقراتنا عديدة ومتنوعة، كونوا معنا. طبعا المريض المصاب بالسكري غير المستقر، في هناك طبعا مريض مصاب بالسكري غير مستقر. رابعا المريضة الحامل المصابة بالسكري. طبعا المريضة الحامل المصابة بالسكري، طبعا هناك النساء الحوامل المصابات بمرض السكري. 5 المريض المسن المصاب بالسكري لسنوات طويلة، يعني لسنوات طويلة وفي الوقت نفسه يعاني من مضاعفات مرض السكري. 6 المريض الذي يصيب بأحماض ارتفاع السكر قبل شهر رمضان. في يعني ممكن المريض الذي أصاب بمرض السكري الذي يصيب بأحماض ارتفاع السكر قبل شهر رمضان بأيام أو في بداية شهر رمضان. ينبغي التأكيد على الحقائق التالية. طبعا في هذه الحالة يجب على المريض الذي يصاب بنوبات نقص السكر أو الارتفاع الشديد في سكر الدم أن يقطع صيامه فورا. إذا حصلت هناك أي نوبات سكرية وخلال فترة شهر رمضان يجب على المريض أن يقطع صيامه فورا، لأنه يضغط على يضطر إلى علاج فوري وسريع في هذه المرحلة. ثانيا ينبغي أن تقييم الوجبات إلى 3 أجزاء متساوية. الوجبات الغذائية ينبغي تقسيم الوجبات إلى 3 أجزاء متساوية. الأول عند الإفطار، والثانية بعد صلاة التراويح، والثالثة عند السحور. طبعا مرضى السكري لهم مراعاة من حيث التغذية في شهر رمضان. شهر رمضان شهر لازم يبغى توازن في الأكلات الغذائية خلال شهر رمضان في التينيب والإقلال. نحن ما نقول أن صاحب السكري في حالة السكري الطبيعي لازم أن يكون مريض السكري يراعي نفسه في شهر رمضان المبارك. الإقلال من نسبة السكريات والدهون في هذا الشهر. طبعا نحن نلاحظ خلال فترة شهر رمضان المبارك أن المصاب بداء السكري تلحقه يعني يقبل على الأكل بشراهة زايدة. فمن هنا ومن هذا المنطلق يجب مراعاة المريض المصاب بالسكري لنفسه، لأن السكري في حالة ازدياده ممكن ممكن يؤدي إلى جلطة، يؤدي إلى العديد من الأمراض. الدهون يجب أن يقلل فيها مريض السكري. السكريات الزايدة لازم أن يقلل فيها مريض السكري. ينبغي المهم مراعاة الأكل. فمن هنا حبينا نعطي صورة توضيحية عن مرض السكري في هذه الفترة، وننصح جميع المرضى باتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الطبيب المعالي في هذه الفترة. لازم أن يكون الطبيب هو أن المريض نفسه عندما يقوم الطبيب بتوعيته خلال فترة مراجعته بالعيادة الخاصة بأخصائي الباطني، لازم أن يكون يراعي تعليمات وارشادات الطبيب المختص في هذه المرحلة. من هنا يجب المريض السكري أعطى بعض النصائح من قبل نفس الدكتور الباطني، ولازم أن يلتزم بها خلال فترة شهر رمضان المبارك، أو غير حتى لازم ما هو يكون في خلال شهر رمضان المبارك، لازم حتى في الفترة بعد رمضان. نتمنى لكم التوفيق وعلى إتاحتكم لنا لهذه الفرصة. طبعا فرصة جيدة وسانحة لنا نتحدث فيها عن مريض السكري خلال فترة شهر رمضان المبارك. بالنسبة أحب أن أنوه إلى مرضى السكري الكرام، لقد استلمت إدارة مستشفى مديرية ساه العلاج الخاص بأصحاب السكري، وهو عندنا الأنسولين. الحقن موجود وتكفل مكتب الصحة بالمديرية. فننوه أن العلاج السكري موجود الحقن الأنسولين. فحبينا أن ننبه الأخوة المواطنين أن العلاج موجود لدى إدارة مستشفى مديرية ساه، ويجب أن يكون صرفه خلال فترة الدوام الرسمي. طبعا في شهر رمضان يكون الدوام من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.
فنحن متواجدين لصرف هذه المادة، وشكرا، وأتمنى للجميع الصحة والعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. من برنامج ضواحي سهل لدينا سؤال وعليه جائزة. أولا تعرف على الأسماء الكريمة. أحمد كرام عوض بن مسعود. الاسم؟ بدر صالح عضو الحاجة. السؤال يقول: متى دخلت فرقة النخبة الحضرمية لمدينة المكلا لتحريرها من القاعدة؟ دخول فرقة النخبة الحضرمية لمدينة المكلا لتحريرها من القاعدة. 18/5. محاولة أخرى. محاولة. يوم الخميس دخلت تاريخ 15/4، يمكن كان 18/4. محاولة أخرى. يوم الجمعة يمكن، يوم الخميس هو بالليل يمكن دخل. شكرا لمشاركتكم. شكرا. من برنامج ضواحي سهل لدينا سؤال وعليه جائزة. أولا تعرف على الاسم الكريم. عبد الرحمن رمضان هذا مطران. السؤال يقول: متى دخلت فرقة النخبة الحضرمية إلى مدينة المكلا لتحريرها من القاعدة؟ النخبة الحضرمية والله مش عارف. محاولة. التاريخ قريب جدا من الآن، يعني من هذه الأيام. كم في لا تاريخ 4 قربت. حاول مرة. 5. شكرا لمشاركتك. من برنامج ضواحي سهل لدينا سؤال. أولا تعرف على الاسم الكريم. العبد على صالح الجابري. السؤال يقول: متى دخلت فرقة النخبة الحضرمية لمدينة المكلا لتحريرها من القاعدة؟ هذا اللي بان تقريبا ما اعرف. حاول. متى دخلت النخبة الحضرمية لمدينة المكلا لتحريرها من القاعدة؟ أولا تاريخ قريب. هو قريب بس ما انا عارف متى. احسن لك ما انا عارف. شكرا للمشاركة. حياك. شكرا. برنامج ضواحي سهل لدينا سؤال أخي الكريم. أولا تعرف على الاسم. رمزي محمد بن شيخ أبو بكر. السؤال يقول: متى دخلت فرقة النخبة لمدينة المكلا لتحريرها من القاعدة؟ دخلت فرقة النخبة المكلا تحريرها من القاعدة. تاريخ فقط. محاولة. تاريخ 10. محاولة أخرى. والله نسيت التاريخ ذاكرة بس نسيت. شكرا أخي على المشاركة. شكرا. برنامج ضواحي سهل لدينا سؤال الأخ الكريم. أنت عارف على الاسم؟ حمزة أحمد فوزيان. سؤال عليه جائزة. السؤال يقول: متى دخلت فرقة النخبة الحضرمية لمدينة المكلا لتحريرها من القاعدة؟ متى دخلت النخبة الحضرمية؟ اليوم والله. تاريخ. عن تاريخ قريب. قرب بس. 22. 22 كم؟ 22. للأسف إجابة خاطئة. شكرا للمشاركة. من برنامج ضواحي سهل لدينا سؤال وعليه جائزة. أولا تعرف الاسم الكريم. حاج محمد عمر وزير. السؤال يقول: متى دخلت فرقة النخبة الحضرمية لمدينة المكلا لتحريرها من القاعدة؟ طبعا في لا الله في شهر 5 أو 11/5 أعتقد إنه 2016. قربت. التاريخ قريب، هو المفروض انك تكون ذاكر يعني. والله كنت أظن يا أخي أو 7 هذا التاريخ أنا أذكر هذا. شكرا للمشاركة. من برنامج ضواحي سهل لدينا سؤال وعليه جائزة. انت عارف على اسم الكريم؟ محمد بدر عبد الله الجابري. السؤال يقول: متى دخلت فرقة النخبة الحضرمية لمدينة المكلا لتحريرها من القاعدة؟ شهر 4.
تبغى التاريخ محدد يعني؟ ايوه يعني قربت. انا داري بالضبط الشهر تاريخ اليوم كم. 15. انا بعطيك محاولة. في اختيارات. في اول الشهر نفسه صح؟ هلا شهر 4 عارف، بس باليوم مع التاريخ ما انا عارف. ما التاريخ؟ في اختيارات فيه يعني خيارات، ممكن تعطينا 3 خيارات كذا او شيء. ما بين 15 و25 و24. 25. 25. للاسف اجابه خاطئه. شكرا للمشاركه. من برنامج ضواحي سائل لدينا سؤال وعليه جائزه. نتعرف على اسم الكريم. لازم سعيد دويل بن سيف. السؤال يقول: متى دخلت فرقه النخبه الحضرميه الى مدينه المكلا لتحريرها من القاعده؟ تاريخ ولا التاريخ مع اليوم والشهر. في أول مايو. محاولة أخرى. 2 مايو. للأسف إجابة خاطئة. شكرا للمشاركة. شكرا. من برنامج ضواحي ساه لدينا سؤال وعليه جائزة. أولا نتعرف على اسم الكريم. صالح مبارك من تركي. السؤال يقول: متى دخلت فرقة النخبة الحضرمية لمدينة المكلا لتحريرها من القاعدة؟ التاريخ ما يعرفه. التاريخ يا ولدي. شكرا للمشاركة. ما اقدر اعرف التاريخ. من برنامج ضواحي ساه لدينا مشاركة لأحد الأطفال. نتعرف على الاسم. اسمك؟ صقر. أحمد. ماذا تود أن تشارك به في برنامج ضواحي ساه؟ فين اشتقي بك فين يا حبيبي يا أسمر الخدين، فما حصى ما بين البين، اشتكي بك فين، اشتكي بك فين، فين فين اشتكي بك فين يا حبيبي يا أسمر الخدين، فما عصى ما بين البين، اشتكي بك فين، اشتكي بك فين. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختتم حلقة اليوم، على أمل إن شاء الله أن نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة. شكرا على المتابعة.